السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه فاستر في بي ان. التطبيق ده مساحته 13 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان اللي بتخليك تستمتع بسرعة انترنت عالية، بتخليك تقدر تفتح التطبيقات المحظورة في بلدك. لو انت في دولة مثلا زي الصين مثلا والدولة دي حظر تطبيقات الفيسبوك وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فانت بتقدر تشغل تطبيقات الفي بي ان ده. تقدر ان انت تشغل الفيسبوك، تقدر تشغل الانستجرام. لو انت في دولة حظر مواقع اخبارية معينة، مواقع اقتصادية، مواقع سياسية، مواقع رياضية، فانت بتقدر ان انت تشغلها، لان الفي بي ان ده بيفتح لك كأنك ان انت في دولة تانية غير الدولة اللي انت فيها. كمان لو انت مش داخل مشغل واي فاي على شبكة انترنت عامة مثلا او اي شبكة انترنت، فانت بتقدر تخفي الاي بي ادرس بتاعك بحيث ان انت محدش يقدر يوصلك ولا حد يقدر يعرف مكانك فين. كمان محدش يقدر يوصل للوكيشن بتاعك، لان اللوكيشن بتاعك اصلا ما بيكونش موجود في الدولة اللي انت موجود فيها، بيكون موجود في دولة تانية. ممكن مثلا تبقى انت فاتح في مصر وظاهر في اللوكيشن بتاعك ان انت فاتح في امريكا، فاتح في الصين، فاتح في اوروبا، اي دولة من الدول دي. دي تطبيقات الفي بي ان، والغرض منها ان هي تخليك وكمان العاب اونلاين، وكمان تقدر تشغل الالعاب العاديه والالعاب الاونلاين، تقدر تفتحها وتقدر تستمتع بسرعه عاليه ليها وسرعه عاليه للانترنت والتصفح. ده الغرض من تطبيقات الفي بي ان. المشكله بقى بتاع التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك. كل تطبيقات الفي بي ان بتطلب منك اشتراك، مش التطبيق ده بس، الا تطبيقات قليله جدا بتعتمد على ان هي تخليك تعمل لها ترويج للمنتج بتاعها. يعني تعمل كومنتات كتير، تعمل لايك، تشير الابليكيشن بتاعهم على الصفحه بتاعتك مثلا، علشان ناس كتير تحمله. والغرض من كده ان هو يخلوك مثلا تفتح في بي ان شويه، مثلا نص ساعه في اليوم، ربع ساعه في اليوم، على حسب، عن طريق جمع النقاط. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.